السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله ده الدرس الأول بإذن الله، ونتكلم عن التناسب. ربنا يجعلها يا رب سنة خير عليكم. طيب، قبل ما نتكلم عن التناسب عايزين نعرف ونفتكر مع بعض إيه هي النسبة. النسبة كانت هي مقارنة أي كميتين من نفس النوع وبنفس عدد الوحدات. يبقى النسبة هي مقارنة أي كميتين من نفس النوع وبنفس عدد الوحدات، زي ما كنا بنقول 3/6، زي ما كنا بنقول 2/4، زي ما كنا بنقول 1/5. أي نسبة، وبتبقى عن طريق القسمة زي ما احنا واخدين بالنا. يبقى النسبة هي مقارنة أي كميتين من نفس النوع وبنفس عدد الوحدات عن طريق القسمة. كنا بنعبر عن النسبة بثلاث طرق. أول حاجة عن طريق البسط والمقام. كنا بنعبر عنها عن طريق إيه؟ أول حاجة البسط والمقام، زي ما كنت بقول إيه؟ A على B. والطريقة التانية كانت بتبقى A إلى B، يبقى A على B هي A إلى B. الطريقة التالتة لو عايز أعبر عنها بالعربي ناخد بالنا في تريكة مهمة هنا جدا. بصوا إحنا هنا قلنا A على B، وهنا ذكرنا A الأول بعد كده B، لكن لو هعبر عنها بالكلمات في اللغة العربية بقول A إلى B، يبقى بذكر ال A الأول بعد كده بذكر A B. ناخد أمثلة مثلا عن النسبة. لما أقول مثلا 3/2، لما أقول 2/5، لما أقول فصل فيه 50 طالب، في منه ولاد 20 وبنات 30، وأقول ما هي نسبة الأولاد في الفصل 20/50. ده كده عشان نفهم بس الأول إيه هو التناسب، لازم نفهم إيه هي النسب. طب كان في عندنا النسب المتكافئة. إيه هي النسب المتكافئة؟ النسب المتكافئة كانت هي النسب المتساوية. يبقى النسب المتكافئة هي كانت النسب إيه؟ المتساوية. أي نسب متساوية هي النسب المتكافئة. كنا إزاي بنكافئ النسب؟ عن طريق الضرب، البسط والمقام في نفس العدد. كنت بضرب البسط والمقام في نفس العدد، زي ما اقول لك 2/3 تساوي ايه؟ هفكر هعمل ايه؟ هقول والله ممكن اضرب في 2، 2 في 2 ب4، 3 في 2 ب6. ممكن برضه تساوي ايه؟ هضرب بالمرة دي في 3 في 3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9. يبقى اساوي النسب امتى؟ لما اضرب البسط والمقام في نفس ايه؟ في نفس العدد. ناخد مثال تاني، 1/5 تساوي ايه؟ هضرب في 5، 1 في 5 ب5، 5 في 5 ب25. يبقى النسب المتكافئة اللي هي نسب متساوية هي النسب اللي بيضرب فيها البسط والمقام نفس العدد. النسب المتكافئة دي ما يسمى يطلق عليها ايه؟ التناسب. يبقى التناسب هو عبارة عن النسب المتكافئة أو المتساوية. طب تعريف التناسب، يبقى ما هو التناسب؟ التناسب هو تساوي كميتين أو أكثر التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر أو معدلين أو أكثر. يبقى ما هو التناسب؟ التناسب هو تاني عشان التعريف يا جماعة خلي بالكم بيجي ساعات في اختيارات وساعات بيجي في أسئلة أكمل. يبقى التناسب هو إيه؟ تاني نقوله، التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر أو
معدلين أو أكثر. يعني لما أجي أقول لك 2/3 و4/6 هتقول لي ده تناسب، لأن 2/3 بتساوي 4/6 عشان ضربت هنا في 2 في 2 بقت ب4 و3 في 2 ب6. ناخد مثال تاني، لما أقول 1/4 و4/16 ده برضه تناسب. ليه؟ هنا 1 اتضربت في 4 و4 في 4 ب16، ده تناسب. ناخد بالنا هنا بقى، بصوا كده من حاجة، هنبص إن في أي تناسب فيه كام حد؟ 4 حدود. طيب ناخد ونعرف إيه هي حدود التناسب. حدود التناسب 4. في الحد الأول المتناسب، وفي الحد الثاني المتناسب، وفي الحد الثالث المتناسب، وفي الحد الرابع المتناسب. لما أقول A على B بيساوي C على D، A ده الحد الأول، وB الحد الثاني، وC الحد الثالث، ودي الحد الرابع. طب واحد هيسألني وله حقه يقول لي ايه؟ اشمعنى ايه الحد الاول وبيه الحد الثاني؟ ليه مش ايه الحد الاول وسي الحد الثاني؟ طب ليه مش ايه الحد الثاني وسي الحد الاول؟ ما بدأناش كده. هقول له والله برافو عليك، سؤال حلو، بس تعالى نشوف كده. لما كنا نعبر عن النسبة بالاسلوب الثاني كنا ممكن نقول ايه؟ A الى B بيساوي C الى D. مين اللي ظهر الاول؟ A ظهر الاول عشان كده بقى الاول، B ظهر الثاني عشان كده بقى الثاني، C ظهر الثالث فعشان كده بقى الثالث، ودي ظهر الرابع فعشان كده بقى الرابع. A الحد الاول المتناسب، B الحد الثاني المتناسب، C الحد الثالث، ودي الحد الرابع. الحد الاول والحد الرابع بصوا بيظهروا فين؟ في الاطراف، يبقى دول اسمهم ايه؟ الطرفين. وسي ودي ظاهرين في النص عشان كده اسمهم ايه؟ الوسطين. يبقى الحد الاول والرابع اسمهم الطرفين، والحد الثاني والثالث اسمهم ايه؟ الوسطين. طب في عندنا في التناسب، وهي دي اصلا اللي عليها الاسئله كلها، في حاجه اسمها ايه؟ خاصيه الضرب التبادلي. ايه خاصيه الضرب التبادلي؟ في اي تناسب، في اي تناسب لو انا عارف ان دول تناسب، ايه اللي بيحصل؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني في مثالنا ده A في D يساوي B في C. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. الطرفين الحد الأول والحد الرابع، والوسطين الحد الثاني والحد الثالث. يبقى في أي تناسب حاصل ضرب الطرفين حاصل ضرب الوسطين. وفي أي نسبتين قدامنا لو كان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، هذا ما يطلق عليه تناسب. يعني هاجي أسأل حبايبي وأقول لهم والله لو أنا عندي 2/3 وقدام أنا معرفش ده تناسب ولا لأ، يساوي 4/6، ده تناسب ولا لأ؟ هقول له والله طب هنشوف. اضرب حاصل ضرب الطرفين، حاصل ضرب الطرفين اللي هو إيه؟ 2 و6، اضرب 2 في 6 تساوي 12. وحاصل ضرب الوسطين 3 و4، اضرب 3 في
4 تساوي 12. 12 بتساوي 12، إذا ده تناسب. ده تناسب. هنبتدي ناخد بقى ونشوف الأشكال المختلفة اللي بتيجي على الدرس الأولاني. هتقول لي إيه ده، إحنا كده خلصنا الدرس الأول؟ أقول لك اصبر، كل لما نخلص حتة ونشوف الأسئلة عليها ونخلصها عشان تثبت في دماغنا، وعشان نشوف بقى الأسئلة بتيجي إزاي. طيب النوع الأول من الأسئلة يقول لي إيه؟ يقول لي حدد أي من الأزواج التالية يمثل تناسبا. هقول له والله سهلة، لو ضربت الطرفين في الوسطين وطلعوا قد بعض هيطلع ده تناسب. هقول لك في طريقة تانية للشطار المركزين. بصوا كده، أول سؤال بيقول لي إيه؟ 2 على 5. أول سؤال بيقول لي 2 على 5 هل بتساوي، وعلامة الاستفهام دي لأن إحنا مش متأكدين بتساوي ولا لأ، 4 على 10. الطريقة الأولانية اللي إحنا قلناها حاصل ضرب الطرفين، يلا مع بعض، حاصل ضرب الطرفين. مين الطرفين؟ برافو، 2 و10، الحد الأول والحد الرابع. 2 في 10 تساوي إيه؟ تساوي 20. حاصل ضرب الوسطين، حاصل ضرب الوسطين هقول له بيساوي 5 في 4. 5 في 4 بكام؟ ب20. حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين، إذا هذا تناسبا. يبقى بحلها له إزاي؟ هقول له بما أن، نكتبها بالعربي، بما أن حاصل ضرب الطرفين اتنين في 10 بتساوي 20، وكذلك حاصل ضرب الوسطين اللي هو 4 في 5 ب20، يبقى إذن هذا تناسبا. في طريقة تانية للمركزين، وأنا عارف إنكم كلكم مركزين وشطار. بصوا كده، 2 بقت 4. إزاي 2 بقت 4؟ هنضربها في 2. 2 في 2 4، يبقى أضرب 5 في 2. لو ب10 يبقى ده تناسب. 5 في 2 بكام؟ فعلا ب10، يبقى ده تناسب. طيب نيجي ناخد بالنا من السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ 3 على 4 بيساوي، او مش بيساوي لسه مش عارفين تناسب ولا لا، 6 على 9. طب ما تيجي نطبق الطريقه الثانيه الاول. 3 بقت 6. ازاي 3 تبقى 6؟ لما تتضرب في 2. يبقى اعمل ايه في الاربعه؟ اضربها في 2. 4 في 2 المفروض تبقى بكام؟ 4 2 المفروض تبقى 8. دي 9. اذا ده مش تناسب. ده مش تناسب. تيجي نطبق برضو الطريقه الاولانيه ونشوف. حاصل ضرب الطرفين، حاصل ضرب الطرفين اللي هو ايه؟ 3 في 9. 3 في 9 بكام؟ ب 27. برافو شاطرين. طيب حاصل ضرب الوسطين 4 في 6. 4 في 6 بكام؟ ب 24. اذا ده مش تناسب. يبقى انا هنا اقول له ايه؟ بما ان حاصل ضرب الطرفين، لو انا عايز بقى ايه استفيد في الاجابه، 3 في 9 يساوي 27، وحاصل ضرب الوسطين 4 في 6 تساوي 24 ليسوا متساويان، يبقى إذن هذا ليس تناسبا. شاطرين شاطرين يا شباب. طيب السؤال الثالث بيقول لي 5 على 4 تساوي 7.5 على 6. طيب واحد هيقول لي ايه؟ صعب قوي يا مستر ان 5 تبقى 7.5. جت ازاي؟ هقول له خلاص يعني نحلها بالطريقه العاديه. هقول نضرب اهو، مع ان والله ما صعب، بس هنضرب 4 في 7.5. الاول نجيب حاصل ضرب ايه؟ الطرفين. هنضرب حاصل ضرب الطرفين. 5 في 6. 5 في 6 بكام؟ 30. ادي حاصل ضرب الطرفين. حاصل ضرب الوسطين يساوي
4 في 7.5. نضرب ازاي؟ منصعبش على نفسينا. 4 في 7 ب28، و4 في نص ب2، 28 و2 30. دي 30 ودي 30، إذا ده إيه؟ ده تناسب. ماشي. السؤال اللي بعده 15 على 25 يساوي 30 على 60. نحلها بالطريقة إيه؟ العادية. 15 بقت 30، إزاي 15 تبقى 30؟ تضرب في 2. 25 في 2 بكام؟ ب50 مش 60، إذا ده غير ليس متناسب. نحلها بقى إيه؟ بحاصل ضرب. هنشوف حاصل ضرب الطرفين. حاصل ضرب الطرفين يساوي ايه؟ 15 في 60. قلت لي ايه ده؟ نضربها ازاي دي؟ اقول لك سهل. 15 في 6 ب90، وننزل الصفر الاخير. طيب حاصل ضرب الوسطين يساوي 25 في 30. الصفر هينزل. 25 في 3 ب75. 900 طبعا لا تساوي 750، إذا إيه؟ هذا ليس تناسبا. شاطرين. النوع الثاني من الأسئلة يقول لي إيه؟ في كل مما يأتي هل الكميات متناسبة؟ بيسألني هل الكميات دي متناسبة؟ وإذا كانت متناسبة اكتبوا التناسب. طيب مديني كميات، هل الترتيب ده أي كلام وخلاص؟ لا، هو عايز يقول لي إن ده الأول المتناسب، وده الثاني، وده الثالث، وده الرابع. هقول له إيه؟ هقول له حاضر. هقول له 5 على 8 هل هتساوي 15 على 24؟ طيب أول طريقة إن إحنا نضرب حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، أو زي ما قلت لك طريقة صحابنا الشطار. 5 بقت 15، 5 اتضربت في 3 بقت 15. طيب 8 في 3 بكام؟ 8 في 3 فعلا ب 24، إذا الكميات دي متناسبة. أقول له الكميات متناسبة. والتناسب أنا كتبته له. أقول له 5. ممكن أقوله له إزاي بقى شاطرين؟ ممكن أقول له 5 على 8 تساوي 15 على 24، وفعلا يقول لي والله في طريقة تانية. أقول له صح. ممكن أقول له 5 إلى 8 تساوي 15 إلى 24. برافو. طيب المسألة اللي بعديها 12. اتفقنا أول كمية بتبقى الأول متناسب. 12 على 27 تساوي، أو ممكن ما تساويش، مش عارفين لسه، 16 على 18. هتقول لي ال 12 ازاي بقت 16 يا مستر؟ اقول لك والله خلاص مش قادر تعملها كده، نشوفها ونضربها في بعض. بس في حد تاني يقول لي ايه، واحد بقى يكون ايه بقى مركز قوي قوي قوي، يقول لي يا مستر مش مستاهله ان انا احلها. تقول لي ايه ده؟ ازاي يا مستر؟ معلش ازاي ما نحلهاش؟ اقول لك والله فعلا 12 بقت 16 يعني زادت، 27 بقت 18 يعني قلت اصلا. هل في حاجه ممكن تتضرب في حاجه تزود حاجة وتقلل حاجة؟ لا. يبقى من غير ما أجاوب يبقى أقول له هذا ليس تناسب، أو الكميات دي غير متناسبة. السؤال الثالث 7 على 8 يساوي 14 على 15. السبعة بقت 14 ازاي؟ برافو، السبعة ما تتضرب في 2. 8 في 2 المفروض تبقى ب16 مش ب15، يبقى دول مش متناسبين. بس برضو تعالى نحسبها ايه بالطريقه بتاعتنا. هجيب حاصل، نمشي بالعادي. حاصل ضرب الطرفين. حاصل ضرب الطرفين 7 في 15 يساوي 7 في 10 70 زائد 7 في 5 35 يعني بيساوي 105. حاصل ضرب الوسطين يساوي 8 في 14 يبقى بيساوي 8 في 10 80 زائد 8 في 4 ب 32. 80 زائد 32 112. 105 طبعا لا تساوي 112، إذا الكميات دي إيه؟ مش متناسبة. موضوع بسيط
وسهل، احنا نركز والدنيا تبقى زي الفل والله العظيم. شاطرين يا شباب ما شاء الله عليكم. طيب في النوع الثالث يقول لي ايه؟ حل التناسبات التاليه. حل التناسبات التاليه دي يعني ايه؟ يعني اوجد المجهول. المجهول بقى ده ايه؟ المجهول ده اكس، المجهول ده فاضي، المجهول ده نقط. عايزني اوجد اكس. اوجد اكس ازاي؟ على طول بيقول لي في المساله دي 3 على 4 بتساوي اكس على 20. هحلها ازاي؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. دي الطريقه الاولانيه. يعني هقول له ايه؟ 3 في 20 يساوي 4 اكس، او 4 في اكس. يبقى 4 اكس، يبقى الاكس بيساوي ايه؟ 3 في 20 على 4 يبقى بتساوي 60 على 4 يعني 15. ممكن نحلها بطريقة أبسط وأسهل بكتير جدا. إزاي؟ الأربعة بقت 20. إزاي ممكن الأربعة تبقى 20؟ لما تتضرب في 5. يبقى أضرب التلاتة في 5. 3 في 5 ب 15 وهي نفس الإجابة. طيب نحل تاني. السؤال التاني بيقول لي 15 على إكس يساوي 30 على 12. ال 15 بقت 30 يعني ضربت في 2. ايه اللي يتضرب في 2 يبقى 12؟ 6. يبقى الاكس ب 6. او ممكن اقولها له بالطريقه الثانيه، حاصل ضرب الطرفين يحاصل ضرب الوسطين. حفظناها خلاص. يبقى هقول له ايه؟ 15 في 12 يساوي 30 اكس. يبقى اكس بتساوي 15 في 12 على 30 يساوي 6. دول بسيط قوي. برضو السؤال هنا بيقول لي 1 على 3 بيساوي 2 على b زائد 1. b زائد 1. هقول والله عادي، الواحد بقت 2 يبقى التلاتة المفروض تبقى كام؟ 6. يبقى b زائد 1 يساوي 6. يبقى b بيساوي 5. دي طريقة. الطريقة التانية حاصل ضرب الطرفين في حاصل ضرب الوسطين. حلوها انتوا يا شباب، انا عارف واثق فيكم، بس هو الموضوع سهل قوي 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 يعني. والله العظيم سهل. يعني انا مش عارف ازاي الكلام ده في اولى اعدادي. والله المنهج سهل وبسيط ان شاء الله باذن الله، وكله هيبقى سهل علينا باذن الله. السؤال الرابع بيقول لي ايه الى 16 يساوي 5 الى 4. انا هتخض بقى لما الاقي ايه الى وبتاع، لا ولا اي حاجه. ده الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، والموضوع بسيط جدا. هي بالظبط. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 16 في 5 بتساوي 10 في 5 ب50 زائد 5 في 6 ب30 يعني 8. والايه في 5 يبقى 5 قصدي ايه 4 يبقى 4 ايه تساوي 80. يبقى الايه تساوي 20. دي طريقة. الطريقة الثانية ال 16 بقت 4. ايه اللي يخلي 16 4؟ اللي هي تتقسم على 4. اتقسمت على 4. ايه اللي يتقسم على 4 يديني 5 او 5 في 4 يديني كام؟ 20. دي الطريقة المبسطة والسهلة والشاطرين يحلوا بيها، وانا عارف انكم شاطرين. طيب السؤال الاخير 10 على 2 اكس يساوي 20 على 8. ال10 بقت 20 اتضربت في 2 يبقى 2 اكس اتضربت في 8. طيب ايه اللي في الضرب في 2 يديني 8 الا 4؟ يبقى 2 اكس تساوي 4. يبقى الاكس بيساوي كام؟ 2. شاطرين والله العظيم. تاني السؤال ده جميل جدا وخير افتتاحية والله للمنهج، وفعلا حلو جدا جدا. في نوع رابع يقول لي ايه؟ اكمل التناسبات التالية. هي اكن فيه هنا اكس، وقول له والله حاضر 20 على 25 يساوي 36 على كام؟ واحد يقول لي والله يا مستر صعب عليا ان اقول 20 بقت 36 ازاي؟ اقول له ولا يهمك، الموضوع بسيط. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. بس في حاجه تاني. واحد تاني شاطر يقول لي والله يا مستر ده انا ممكن اقسمه على 5
يبقى 4 وده على 5 يبقى 5. بقت اسهل لما اجي اضرب تبقى اسهل. هقول له صح انت صح، يبقى هقول له اكس بتساوي اللي يتضرب في اكس ينزل على المقام والبسط يبقى الاثنين التانيين 36 في 5. وبعد كده اقول والله 36 على 4 دي اصلا 9، يعني 9 في 5 يعني 45. يبقى نقول الطريقه دي تاني. عايز اجيب اكس اللي يتضرب في اكس او الطرف الثاني من اكس يبقى هو المقام والطرفين التانيين هما البسط مضروبين في بعض. ماشي. هنا بقى السؤال اللي جاي ده ظريف جدا. بيقول لي 6 على 8 تساوي نقط على نقط. والله انا ممكن اضرب اي حاجه في اي حاجه بسط ومقام واساويهم وخلاص. يعني لو ضربت دي في 2 في 6 ب 12 و8 في 2 ب 16. واحد يقول لي لا والله يا مستر انا عايز اضربها في 3. والله يا ابني انت صح. 6 على 8 هنضربها في 3 و8 في 3. 6 في 3 و18 و8 في 3 و24. اللي عايز يضربها باربعه عايز يضربها في 5. تمام. هنا 12 سابها لي فاضيه و15 سابها لي فاضيه. والله سهله جدا جدا جدا. انا براحتي. انا هنا هحط الرقم اللي هخلي 12 يبقى على اساسه. ايه الحلو ايه السهل اللي بالنسبه ل 15؟ 5 عشان 5 في 3 ب 15. 12 تتضرب في 3 12 في 3 ب 36. 28 على 60 تساوي كام على 15؟ طب ايه اللي يخلي 60 تبقى 15؟ انها تتقسم على 4. يبقى اقسم 28 على 4. 28 على 4 فيها 7. او هحسبها بحاصل ضرب الطرفين والوسطين. خلاص احنا حفظنا دي حاجه محفوظه كوبي بيست. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. او الطريقه دي اسرع واسهل للشطار. في الاسئله المقاليه بقى. الاسئله المقاليه دي بتخضنا مش عارف ليه مع انها اسئله عاديه جدا وسهله جدا جدا. بيقول لي ايه الاسئله المقاليه دي؟ هي بس نركز في الكلام. بيقول لي ايه؟ اذا كان ثمن 3 كيلو جرام من الموز هو 54 فما هو ثمن 5 كيلو؟ اقول له والله عادي دي نسبه. الموضوع بسيط. 3 كيلو جرام عملنا 54 يبقى بيساوي 5 كيلو جرام بيعملوا كام؟ هنا هسميه اكس. احنا قلنا اكس بيساوي ايه؟ اكس بيساوي اللي مضروب فيه هو المقام والاثنين مضروبين في اهو صح. 45 في 5. 45 على 3 تطلع كام؟ حافظين جدول ايه؟ جدول 3. 45 على 3 17 في 5 تساوي 10 في 5 50 زائد 5 في 7 ب 35 يبقى بيساوي 85. السؤال الثاني بيقول لي اشترى عمر 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيه. يعني هو قدر يشتري 8 تفاحات بمبلغ 60. كم تفاحة من نفس النوع يمكن يشتريها؟ يعني هنا الاكس هنا عدد التفاح. بصوا يا جماعة عدد التفاح هتحطه فوق يبقى هنا نحط عدد التفاح فوق. هتحط هنا المبلغ فوق هتخلي هنا المبلغ فوق. كم عدد تفاح هو الاكس؟ معايا 105 حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين يبقى بيساوي. هنقول الاكس اللي مضروب فيه هو المقام والاثنين التانيين مضروبين فوق في بعض في البسط. 105 في 8 على 6. طيب وهنا بيقول لي تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع 40 كيلومتر. المرة دي عكسها لكم عشان تكونوا مركزين. طيب المسافة أنا هحطها فوق 40 كيلومتر بيعملوا عندي 5 لتر بنزين. طيب كم كمية البنزين اللي نحتاجها لقطع 128 كيلومتر؟ هحط المسافة فوق واللي أنا عايزه هو الإكس. يلا اللي مضروب في الإكس هو المقام والاثنين التانيين مضروبين في البسط. 128 في 5. هي حاجة محفوظة وسهلة. درس سهل وجميل جدا درس التناسب ده. تقرأ إيمان 10 صفحات في 40 دقيقة.
فما الزمن بالساعات؟ عايزين نعرف الزمن بالساعات. لو هتقرا 120 ايه؟ 120 صفحة، عايزين اكس. يبقى اكس بيساوي ايه؟ احنا قلنا 120 في 40 على 10. يبقى كام؟ 120. الصفر هيطير، يبقى 120 في 4 يبقى ايه؟ 480. بس هو بيقول لي ايه بالساعات؟ دي 480 ايه دقيقة، يبقى لازم اقسم على 60. صفر مع صفر، 480 على 60 فيها كام؟ برافو، فيها ايه؟ ال8 ساعات. شاطرين يا ولاد. طيب في عندنا بقى ايه؟ التمثيل البياني للتناسب، وده اخر حاجة خالص في الدرس. التمثيل البياني للتناسب بيقول لك ايه بقى؟ التناسب يمثل بيانيا بخط مستقيم يقطع نقطة الأصل واو. دايما التناسب بيعبر عنه خط مستقيم، دايما لازم هيعدي على ايه؟ على نقطة الأصل واو. لازم، ولازم يبقى خط مستقيم. يبقى أي رسمة بيانية ما يبقاش خط مستقيم وبتعدي على نقطة الأصل واو اللي هي صفر وصفر، ده مش تناسب. لو جاب لي خط مستقيم ما يعديش على نقطة الأصل يبقى مش تناسب. لو جاب لي طبعا شكل منحني أو مش خط مستقيم ده مش تناسب. ناخد مثال، بيقول لي مثل بيانيا التالي العلاقة التي تعبر عن التناسب، ومديني الزمن بالساعات والمسافة بالكيلو. احنا بنحب ايه دايما الزمن نخليه في الاتجاه الايه؟ الافقي. يعني نيجي نرسم اهو. الزمن بالساعات عادي، يعني الزمن بالساعات هنقول هنا اهو 1 2 3 4 5 6. هنا المسافة بالكيلو 20 40 80 100. تقبل الاسم 20. واحد يقول لي والله انا اعملها عشرات، هقول له ماشي. واحد شاطر اكتر يقول لي والله انا شايفهم كلهم عشرينات همشي بالعشرين، اقول له والله حق، نمشي بالايه؟ هنمشي بالعشرات عشان برضه اخونا التاني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ونقول أول مسافة 1 على 20، 1 على 20. تاني واحدة 2 على 40، 42. تالت مسافة 3، مفيش 3، في 4 على 80 اهو، 4 على 80. رابع مسافة 5 على 100، ادي 5 وادي 100. خط مستقيم اهو. لو وصلنا النقط، خط المستقيم بيقطع نقطة الأصل وهو اللي هي إيه؟ 0 و0. ده التمثيل البياني. وهنا هنكتب إيه؟ الزمن بالساعات، يبقى المسافات بالكيلو. ناخد الأمثلة على والتمارين على أمثلة وأسئلة التمثيل البياني. بيقول لي أي من العلاقات التالية تمثل تناسب؟ ده خط مستقيم بس لا يعبر، بس ما بيعديش على نقطة الأصل، يبقى لا مش هو. ده خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى ده التناسب. ده مش خط مستقيم بس ماشي تنازلي وما بيعديش على نقطة الأصل، يبقى لا مش تناسب. هنا أصلا شكل منحني، إذا ده مش تناسب. يبقى فين التناسب ده؟ ليه؟ لأنه خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل. طيب في سؤال تاني بيقول لي إيه؟ الجدولان التاليان يوضحان المسافة بالكيلومتر التي تقطعها سيارة. عايزني أمثل بيانيا العلاقة بين المسافة والزمن، وعايزني بعد كده أحدد العلاقة دي في منهم علاقة متناسبة ولا لأ. ناخد الجدولين ونمثلهم. نعمل خط مستقيم اهو.
اول واحد 1 2 3 4 70 140 210. حاضر. والله بص، واحد يقول لي ايه انا ممكن امشيها عشرات، ممكن واحد تاني يقول لي ايه لا عشرينات، اقول له والله انتوا الاتنين صح. واحد يقول لي ايه لا يا مستر بص انا شايف ان كلهم يقبلوا على السبعة سبعة سبعة، انا ممكن امشيها سبعينات. هقول له برافو عليك والله انت ما شاء الله عليك، تعالى نمشيها ايه السبعينات. 70 140 210 280 350 إلى فوق. واحد 2 3 4 مش عايز تاني. ماشي. بقول له 71 2 و140 اهو 2 هطلع من 2 اهو وادي 140 3 و210 ادي 3 وادي 210 4 و280 ادي 4 وادي 280. اجي ابص الاقي اهو عامل خط مستقيم يقطع نقطة الاصل، اذا الجدول ده ايه تناسب. الجدول التاني برضو 1 2 3 4. حاضر. 1 2 3 4 80 100 190 260. والله ممكن امشيها زي ما احنا قلنا. هنا هنيجي نمشيها ايه، نمشيها برضو ايه تلاتينات، نمشيها اربعينات، نمشيها زي ما انتوا عايزين يا جماعة. خلاص احنا ممكن هنا نمشيها ايه، نمشيها عشرينات. يلا نمشيها خمسينات عشان خاطر في واحد زميلنا ممكن يقول لي خمسينات. حاضر. 50 100 150 200 250 300. أول حاجة قال لي 81 واحد وادي 80 أهو قبل 100 إيه أهو 2 سنتي. 2 و100 ادي 2 وادي 100. 3 و190 ادي 3 وادي 190. 4 260 ادي 4 وادي 260. ده مش شكل مستقيم، ده شكل منحني ولا يعدي على وما عداش على نقطة الأصل، إذا ده مش متناسب. يبقى العلاقة اللي تعبر عن التناسب هي إيه؟ العلاقة الأولانية والجدول الأولاني. إن شاء الله بإذن الله نكون فهمنا مع بعض ونكون فهمنا الدرس. إن شاء الله بإذن الله إلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الله والدروس القادمة. شكرا.